ويا اهلا بيكم وحكايه ورا روايه معايا انا رانيا موسى. ولو بعد حين لدعاء عبد الرحمن وروايه صادمه، ودعاء الكاتبه الواقعيه جدا بتحط ايديها في شقوق التعابين الموجوده في الطبقات الشعبيه. بتحكي عن مجموعه من جرائم القتل بيحقق فيها ضابط شريف اسمه عاصم، وهيتجنن ان حاسس ان في رابط بين الجرائم دي كلها، وان القاتل اكيد واحد او مجموعة متفقة على حاجة او دافع لانتقام او رد الشرف والكرامة. نبتدي باول قضية معانا، قضية سلمى، البنت الغلبانة اللي عندها 17 سنة. في يوم بيكتشفوا جثتها، بيجيبوا مامتها وبيقولوا لها بنتك ماتت. الام كأنها في كابوس مش بتصدق، بتقول انا اللي قتلتها، انا اللي قتلتها، او انا السبب في قتلها. ازاي؟ البنت كانت عندها اعاقة في رجليها، البنت مش حلوة، والام دايما شايفة ان محدش هيبص لبنتها. لما البنت اشتكت من مساعد الورشة او الصبي اللي شغال في الورشة مع صاحب الورشة، قالت لها هو هيعكسك انت يعني ويسيب البنات الحلوة؟ ازاي يعني؟ وفي دماغها ان البنت بتألف، عايزة تحس بقى بذاتها وانها حلوة، مش ابدا فكرت انها تاخد يوم اجازة وتروح تشوف بنتها بتكذب ولا بجد. بتقبض على صاحب الورشة اللي شافوا الجثة او لقوا الجثة قدام باب ورشته، والبنت غرقانة في دمها لانها اتضربت بآلة حادة، فالدم قعدت تنزف لغاية ما الدم غرق الارض من الشجرة اللي اتقتلت تحتها لغاية باب الورشة. ابو صاحب الورشة كمان راح شهد عليه ان هو شافه وهو بيقتل البنت. حسن صاحب الورشة هيتجنن، ابويا بيشهد ضدي، ده انا اللي كنت بنقذها. الام اللي بتشتغل في التمريض حاولت بكل الطرق تبعد الشبهة عن الشاب ده، لكن مفيش فايدة، القانون اخد مجراه، وللأسف اتقبض عليه واتحكم عليه بس ب3 سنين سجن لعدم كفاية الأدلة. دي كانت سلمى اللي ماتت وامها قعدت بحسرتها. حصلت الجريمة التانية اللي هزت عاصم برضو، جريمة قتل طفل 10 سنين دافع عن شرفه. كل مشكلته ان دافع عن شرفه وهو كان طفل في حارة شعبية. لما عاصف شاف الام ست كبيرة في السن، جابته بعد شوق وبعد سنين من العلاج، وام طيبة وغلبانة. لما قبضوا على اللي عمل كده في ابنها صرخت قالت مش ممكن يا ولدي، مش ممكن بقى اللي انا كنت مأمناهم على ابني يعملوا فيه كده، بقى دول اللي كنت بسيبه معاهم هم اللي يعملوا فيه كده. كانت مصدومة ان دول اللي كانت بتساعدهم وتقف جنبهم بيعملوا كده. وتاري الشابين دول بيروحوا يشتغلوا في سايبر وبيأجروا الافلام الاباحيه للطلبه وللاطفال الصغيره، وكمان بيبيعوا لهم المخدر الرخيص اللي بيخليهم في حاله تانية ودنيا تانية. وبعد ما خدوه هم كمان للاسف قتلوا الولد بعد ما كان حاول يدافع عن نفسه وعن شرفه. الام كانت لابسه في رقبتها سلسله حديد جنزير كبير، بقول اللي حواليها يستغربوها يقولوا لها شايلاه ازاي ده، تقول لهم والله ما اجلعه الا يوم ما ياخد بطار ابني. وجا اليوم. المشكله اصلا اللي حصلت ان الولاد دول كانوا تحت 18 سنه، ولان القانون بيقول ان تحت 18 سنه طفل، رغم ان هم ما عادوش اطفال طبعا، سن 18 ده بقى سن نضج بطريقه رهيبه دلوقتي، للاسف ما دخلوش السجن، كانوا في الحجز وكانوا هيترحلوا على رعايه، دار رعايه او الاحداث. اتقتلوا هناك، وتعلم على اجسامهم على ظهرهم بعلامه معينه كانها جريمه بدافع الانتقام. الست زغرطت وعملت فرح، خدت بطارها. الضابط كان متعاطف معها جدا وراح يعزيها، شاف ام سلمى اللي بتشتغل في التمريض معاها واكتشف انها جارتها، واستغرب قوي، قال ياه، يعني الحزن والشقة كان مصيركم انتوا الاتنين. وفي اليوم ده لقاها قلعت طوق الحديد اللي هي لابساه، بس هيتجنن، حاسس ان في حاجه غلط، معقوله مين اللي هيقتلهم؟ بس الست دي ست كبيره، مين اللي هيعمل فيها كده؟ دي كانت الجريمه التانيه. حسن لو تفتكروه اللي هو اتسجن 3 سنين ظلم،
وابوه راح شهد ضده طلع من السجن وصمم على انه ياخد بطاره من اللي عمل فيه كده. هو متأكد ان المساعد بتاعه هو اللي قتل البنت سلمى. المواصفات اللي كانت بتحكيها للأم هي مواصفات رمزي ده، لكن للأسف راح خطف أخت رمزي لأنه كمان عرف إن الأب راح يخطب البنت دي علشان يبقى ده تمن حط الولد حسن في السجن. باع ابنه لأنه دايما حاسس إنه مش ابنه، بيقوله أنت ابن حرام، أنت حتى بتتلخبط في الكلام زي ابن خالة أمك، أكيد أمك خانتني مع الراجل ده. وعلشان مش عايز يصرف على الجلسات وعلى إنه هو يعالج الولد الصغير طلق الام ورماها في الشارع واتهمها ان هو ابن حرام كمان. هيتجنن، عايز يجيب الولد رمزي. حسن للاسف غلط وراح خطف البنت الغلبانه غفران اللي ملهاش ذنب. ولما ما سالوش عنها يوم بعد يوم قالت له انت اللي كنت بتدافع عني، كنت بتحمى فيك لما حد بيعاكسني في الشارع، انت اللي تخطفني وتعمل فيا كده يا حسن. هي كانت شايفاه فارس الاحلام اصلا، ورغم كده ما كرهتوش. هو ما اسأش اليها بس كان عايز يطول رمزي باي طريقه. اللي اهله خدوه خبوه، وحكت له غفران على رمزي. قالت له رمزي ده انا اصلا طول عمري كان مبهدلني، كان بيتحرش بيا، وما حكيت لاهلي بهدلوني وقالوا لي انت واحده مجنونه، كل ده يا انانيه بتعمليه علشان تاخدي الاوضه لوحدك. بهدلوني وطردوني وودوني عند خالتي اخدمها وطلعوني من المدرسه، بس رجعوني في يوم لما خالتي اشتكت مني، ولما رجعت قلت لازم هكشفه قدامهم. خليته في يوم وانا عامله نايمه بيتفرج على الافلام دي، ورحت جاريه جبت ماما وبابا وشافوا اللي بيتفرج عليه واتصدموا صدمه سودة وطردوه. وبعدها جه لحسن وقعد يشتغل معاه وابتدى يعاكس البنت الغلبانه المسكينه. هو اتعاطف معاها وحس بمشاعر حلوه جواه، لكن مش عايز يطلعها ازاي؟ اخوكي قصادك. قالت له ولا هيسالوا فيا وانا قلت لك. بس في يوم عرفوا ان رمزي اتقتل، لكن مفيش على ظهره اي علامه. الظابط هيتجنن، طب مين اللي قتله بقى المره دي؟ مين اللي قاتل؟ فضل يحقق ويدور وقال اكيد السر حسن في اليوم اللي عرف فيه ان رمزي اتقتل وابو البنت غفران اتقتل، مش اتقتل وقع مات، لما عرف ان ابنه حبيب ونور عينه او حس ان هو المسؤول على كل المأساة اللي البيت بقى فيها، مات بسكتة قلبية. وحسن طلع غفران وروحها البيت وعملها معاملة كريمة جدا. عاصم هيتجنن، يا جماعة في حاجة غلط، في حاجة غلط. جت بقى ايه الجريمة التالتة اللي حصل. طبيب نسائي شهير جدا جدا معروف بسوء سمعته اتقتل بوحشية، واتكتب على ظهره برضو نفس العلامة. قال لا بقى في حاجة غلط. طب حسن يعرف ده منين؟ بعدين رمزي حسن اللي قتله حصل حاجة كده خلته دماغه تلف ووصلته للمستشفى اللي بتتعالج فيها احدى ضحايا الدكتور ده. الدكتور ده لما اتقتل كانت ضحاياه كتيرة جدا جدا، ولما وصل الضابط لإحدى الضحايا بتاعته كانت مريضة نفسية بسبب اللي حصل لها، لأن هي حياتها انهارت وجوزها طلقها لما ما سكتتش لما اكتشفت ان الدكتور ده اعتدى عليها بعد ما كان بيخدرها، وقلبت الدنيا وعملت تحقيقات لكن ما فيش حاجة، ثبتت على الطبيب، فحاولت تنتحر وانقذوها ودوها المستشفى. والصدفة اللي بيعالجها كان طبيب مراته مرت بنفس الموضوع بالظبط، وما عرفش ينقذ مراته بس حاول ينقذ أمل المريضة النفسية دي. لما عاصم راح لها قال مش ممكن دي اللي تكون قتلته، دي شابة جميلة وهادية جدا، هتقتل ازاي؟ بس لما عرف ان الممرضة هي مامة سلمى، هي الجارة للست السعدية جليلة، شك اكتر. ولما دور في السجلات مين اللي زار الطبيب في يوم قتله، لقى اسم الممرضة رجاء حامد، لكن مكتوب أروى حامد. ولما واجهها قالت له الممرضة على فكرة هي اللي كتبت اسمي غلط، أنا قلت لها رجاء حامد، أنا ما استخبتش ومفيش حاجة تدني، لو عندك حاجة طلعها اثبتها عليا يا سيادة الضابط. لكن بمواجهة حسن وبمواجهة الطبيب
عرف الحقيقة كاملة، لكن ضميره قال العدل أخد مجراه ومرضيش إن هو يبلغ عنهم أو يقبض عليهم، أصلا مفيش أدلة كفاية. ثانيا حس إن العدل أخد مجراه، واكتشف إن فعلا حسن كان قتل الشابين في الحجز علشان خاطر الست جليلة. رمزي اللي قتلته كانت بنت، حاول برضو يعمل معاها زي ما عمل في سلمى، وطلعت معاها ازازة كانت حطاها، كانت خايفة منه، في جيبها وقتلته بيها، عشان كده مفيش علامة على ظهره. اما الطبيب اللي قتله الدكتور كان اللي هو مراته اتقتلت لانه حب امل، ولما حكت له على اللي حصل قرر ان هو ياخد طار الاتنين، حبيبته الراحله زوجته وحبيبته الحاليه، قرر ان هو يدافع عنها، وهو اللي كان بيدي الحسن الفلوس علشان يكون في السجن ويتابع الشابين ويقتلهم. خلصت الرواية الصادمة. يعني يا ريت مجتمعنا حتى البسيط الشعبي يبقى عنده قدر أعلى من كده من الثقافة والوعي، ونقف كلنا في إيد واحدة ونحاول نحمي ولادنا في أي طبقة من كل حاجة سيئة، من المواقع الإباحية تتحذف تماما، نراقب عيالنا ونحميهم من المخدرات وكل حاجة وحشة. نسيت أقول لكم حاجة، إن غفران وحسن اتجوزوا في الآخر كنوع من هدية السماء ليهم، حبت الجاني والمجني عليه واتجوزوا، وبرضو الطبيب اتجوز أمل اللي هي المريضة بتاعته. وأما الاتنين بقى الممرضة وست جليلة بقوا يراعوا حبايبهم ويحسوا ان عندهم رسالة برضو بيكملوها. خلصت أحداث روايتنا، يا رب تكونوا استمتعتم بيها. تحياتي لكم، لايك وشير وسبسكرايب.